عروض المشرق نيو رجعت تاني وان شاء الله الكل هيكسب المرة دي. بس قبل اي شيء لايك حلو منك كده للفيديو واشتراك في القناة دعما منك ليا. مشرق نيو النهارده اعلن عن حملة ترشيح جديدة تقدر تكسب فيها لحد 1500 جنيه. ايه شروط الحملة دي؟ بيقول لك من يوم 29/9/2024 لحد يوم 4/10/2024 تقدر ترشح اشخاص وتكسب على كل واحد هترشحه 150 جنيه بحد اقصى 10 مرشحين. يعني مكاسبك الحد الاقصى بتاعها في الحمله دي 1500 جنيه، مش مبلغ وحش. بس اهم حاجه تفهم الشروط الصحيحه عشان ما تقولش البنك ما نزليش فلوس. ايه بقى الشروط الصحيحه؟ بيقول لك مبدئيا كده ان انت لازم تبعت رساله الترشيح في الفتره ما بين 29/9 لحد يوم 4/10/2024. تكون الرساله دي مبعوثه ل 29677 ويكون مكتوب نصا فيها كلمه رشح وتحتها رقم موبايل الشخص اللي انت هترشحه. وكنت علمتكم قبل كده ازاي تبعتوا رساله ترشيح صحيحه في الفيديو اللي في الوصف. طيب الشخص اللي انت بترشحه ده ايه الشرط بقى اللي ينطبق عليه اللي تنجح فيه الحمله بتاعتك؟ مبدئيا الشخص ده ما يكونش سجل قبل كده في البنك. يعني ما ينفعش تروح ترشح واحد من قرايبك كان عنده حساب قبل كده في خلال اخر 6 شهور، لانه لو حب حد يستذكى ومثلا قال لك انا ارشح حد وهو هيروح يقفل حسابه ويفتح حساب جديد، قال لك في خلال اخر 6 شهور لو حد فتح وقفل حسابه هم مسجلين البيانات على الداتابيز عندهم، مش هتتقبل الحمله عشان ما ترجعش تقول الفلوس ما نزلتليش. تاني حاجة انه طبعا انت متاح لك ان انت بتبعت رسالة الترشيح دي لحد يوم 4/10. طب المرشح ده بقى مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه من يوم 30/9 لحد يوم 17/10، يعني هتكون اصلا حملة الترشيح خلصت، انه يروح يفعل الحساب بتاعه. طبعا انا شرحت لكم ازاي تنزل التطبيق وتفعل الحساب بتاعك كل ده مجانا من خلال فروع فوري بلس او من خلال فروع اتصالات، ويستلم الكارت بتاعه مجانا طبعا ويعمل اي معامله بالكارت. يعني ان شاء الله حتى تروح تشتري من سوبر ماركت او تروح تشحن محفظه اتصالات كاش فودافون كاش عشان يعني هو ما يخسرش، وبالتالي كده هو هيكون عمل معامله. بيقول لك بقى فلوسك انت كعميل اللي رشحت الناس دي بتنزل لك امتى؟ بيقول لك بتنزل لك من يوم 20/10 لحد يوم 24/10 عشان ما حدش يقول الفلوس لسه ما نزلتش. البنك حدد المده. واهم حاجه برضو ان الشخص اللي انت بترشحه ما يكونش حد حط رقم موبايله عنده في رساله ترشيح قبل كده، لانه من الاخر كده اللي هيسبق ويبعت رقم الشخص اللي انت رشحته الاول هو اللي هتنزل له الفلوس. وبيقول لك اخيرا انه البنك ليه الحق ان هو يرفض اي معامله لو شك في مصداقيتها. يعني من الاخر كده تلتزم بالشروط والاحكام، وبالتالي كده انت تقدر تكسب لحد 150 جنيه من كل شخص هترشحه بحد اقصى 1500 جنيه لانهم 10 مرشحين. بس انت كعميل اللي بترشح انت بس اللي هتكسب، لكن اللي انت رشحته مش هيكسب. فانت ممكن تظبط مع الشخص اللي هو يفتح حساب ده ان انتوا تقسموا الفلوس منه، انت تكون استفدت وهو استفاد والبنك برضه استفاد. هتلاقوني سايب لكم كل تفاصيل عمليه الترشيح الصحيحه وازاي تكسب صح والشروط بتاعه الحمله دي صح في مقاله في وصف الفيديو. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.